تعالوا نعمل مع بعض مهلبية قمر الدين بمقادير مظبوطة وبكل سهولة يا جماعة، مش قادرة اقول لكم على جمالها. يلا بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجة معايا 6 كوبايات من المية بالاكواب المعيارية، ومعايا كمان لفة قمر الدين. تمام بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا افتحها واقطعها واقصها زي ما انتم شايفين. هجيب بقى المقص واقطعها. تمام. وهبتدي بقى احطها في الميه دي انا معايراها 6 اكواب من الميه بالكوب المعياري يا جماعه. تمام كده. هبتدي بقى اقصها كلها، وبعد بقى ما اخلص الكميه كلها ابتدي ان انا ارفعها على النار لحد ما تغلي. بس كده. هبتدي بقى بعد ما رفعتها على النار وتغلي كويس جدا هقلبها كده تقليبه، وهسيبها تغلي غلوه. اول ما الاقيها يعني ابتدت تغلي بالشكل ده كده، هبتدي على طول ان انا ارفعها على النار من على النار، واضربها على طول بالهاند بلندر او الخلاط المتوافر عندك يستخدميه. تمام كده. انا هضربها على طول بالهاند بلندر. بعد بقى ما اضربها كويس جدا واتاكد ان انا ضربته كويس جدا ومفيهوش اي تكتلات او قطع من قمر الدين. تمام كده. خلاص كده بالنسبه لي مظبوط. نجهز بقى باقي المقادير. معايا 9 معالق كبار من السكر، معايا 5 معالق كبار من النشا، نص معلقه صغيره من الفانيليا، ونص كوبايه من الميه. دي كل المقادير. مقادير سهله وبسيطه ومظبوطه جدا يا جماعه. كله بالمعلقه وهتطلع معاكي مظبوطه. 9 معالق سكر يا جماعه، معلقه كبيره. ابتدي اضيفهم على قمر الدين واقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين. وهكون تمام كمان مجهزة 5 معالق من النشا ونص كوباية من المية. تمام. 5 معالق من النشا مظبوطين جدا، هيخلوا معاكي قمر الدين مظبوط جدا جدا. هبتدي بقى ان انا اضيف نص كوبايه من الميه، وهحط ال5 معالق من النشا واقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. وجهزنا كده كل المقادير. هبتدي بقى ارفع قمر الدين لتاني مره على النار. تمام كده. وطبعا بقلبه ومستمريه في التقليب على طول مش سايباه. تمام. اول بقى ما يبتدي ان هو يغلي. تمام كده. اول بقى ما يغلي بالشكل الجميل ده هبتدي انزل على طول عليه بالنشا وهقلب كويس جدا. بس كده. طبعا مستمرين في التقليب، يعني وانا اول ما نزلت النشا والميه بقلب على طول. عشان اهم حاجه تكوني مستمريه في التقليب بالشكل ده. تمام. اول ما نضيف الخليط النشا هبتدي بقى اقلب كويس جدا جدا. هتاكد ان انا خلاص ان الخليط امتزج كويس جدا، وهبتدي بقى اوريكم السمك بتاعه مظبوط ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه. انا ما ضفتش نشا زياده. هم خدوا 5 معالق كبار بس نشا. دوبتهم في نص كوبايه ميه وطلع معايا المهلبيه قمر الدين مظبوطه بالشكل ده. بس كده يا جماعه. هبتدي بقى بعد ما لقيتها بتغلي بالشكل ده. تمام. هضيف بقى نص معلقه صغيره من الفانيليا وهقلب تقليبه. بس خلاص وارفعها من على النار. هنا خلاص الخليط بقى معايا جاهز. المهلبية معايا جاهزة. هبتدي بقى ان انا اضيفها في الاطباق التقديم. مش قادرة اقول لكم على جمالها. جربوا الطريقة دي. الطريقة دي مظبوطة جدا. الطعم بيكون مظبوط والسكر ومقاديرها مظبوطة جدا. جربيها وهتعملي احلى مهلبية قمر الدين في البيت. بس كده خلاص. بعد بقى ما انا هضيفها كلها في اطباق التقديم. تمام. هخلص بقى الكمية كلها. وكمان ممكن نضيفها في العلب. ابتدي ان انا اضيفها في العلب دي برضو. والعلب دي كمان جميلة جدا يا جماعة، لان بعد ما بنقفلها بنقدر نحط اكتر من علبة فوق بعض، غير طبعا اطباق التقديم. فبالتالي هتكوني وفرتي مكان في التلاجة، مش هاخدوا معاكي مكان خالص. بحطهم فوق بعض كده في التلاجة. بيبقى برضو شكلها حلو جدا. يعني تقدري ان انت تستخدمي الاطباق التقديم او تستخدمي دي على طول. وبصراحة برضو بتبقى جميلة جدا. تمام. هبتدي بقى ان انا ازين الاطباق. تقدري تزينيها بالطريقه اللي انت تحبيها. ضيفي اي نوع مكسرات، اي اضافه انت حباها. جوز هند بس عايزه تضيفي مكسرات، عايزه تضيفي زبيب، تقدري تضيفي اي اضافه انت حباها. انا هوريكم اكتر من شكل وتقدري تختاري الشكل اللي انت حباه وتستخدميه. اول شكل كان باللوز والفستق.
تمام كده. تاني شكل هعمله بعين الجمل والزبيب. تمام. تزيين بقى الاطباق دي على حسب الرغبة وعلى حسب انتي حابة ايه، وايه المكونات اللي بتحبيها مع المهلبية. تمام كده. تاني بقى، تالت حاجة اعمله بجوز الهند والزبيب. وهسيب برضو العلب اللي هي بتتقفل دي، هسيبها بسادة. تمام، لان في ناس برضو ما بتحبش عليها اي اضافة، بتحب تاكله سادة بس. ده تالت واحد معانا. هبتدي برضو اعمل الشكل ده، هحط جوز هند، بس هحطه اللي هو القشور، قشور جوز هند كبيرة كده. هبتدي ان انا اول حاجة ان انا اضيفها، واضيف برضو عليها فستق. تمام كده. اخر بقى شكل معايا هعمله باللوز، وهبتدي ان انا هضيف جوز الهند بالشكل ده. وقدمناهم كده بطريقة بسيطة وسهلة جدا. وهتع... وبكده نكون عملنا احلى واسهل واسرع حاجة حلوة في رمضان بكل سهولة. مش هتقفي كتير، وهتعمليها بكل سهولة بمقادير مظبوطة. عملنا احلى واسهل مهلبية قمر الدين. بتمنى تجربوها، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي ورمضان كريم.